الروك ضد رومان رينز ماتش عليه ضجه كبيره جدا من قبل ما العداوه ما تبدا اصلا، ولسه هيتم الترويج ليه بشكل اكبر وتذاكر كتير هتتباع، بس ما تتفائلش قوي علشان ممكن يكون زي ال10 مباريات اللي معانا النهارده. 10 مباريات اتروج لها بشكل كبير جدا والكل متحمس، ولكن في النهايه طلعت خيبه امل. فصلي على النبي ويلا نبتدي. رقم 1 الاندرتيكر ضد كين في 2010. في 2010 الاداره قررت ترجع عداوه الاندرتيكر وكين لمره اخيره، وطبعا مش محتاج اكلمك عن العداوه الايقونيه بين الاندرتيكر وكين. اي حد اصلا ملوش في المصارعه اكيد عارف القصه دي، وعارف ان الاندرتيكر ولع في بيتهم وحرق وش اخوه كين، اللي هو في الاخر ما طلعش اخوه. يعني لحد دلوقتي في ناس لسه فاكره انه كين اخو الاندرتيكر. ما علينا. المهم الجماهير كلها كانت متحمسه تشوف الماتش ده، وبالذات كمان انه هيكون في الهيل ان سيل. يعني انت داخل وعارف انك هتشوف عظمه، بس لسوء الحظ الماتش كان تعبان يا اسطى. الماتش مش موجود اصلا. ديف ميلتزر قيم الماتش ده بنص نجمه، وقال انها اسوأ مباراه هيل ان سيل في التاريخ، وقال كمان ان ده اسوأ مين ايفنت في تاريخ الدبليو دبليو اي. وبجد يا جدعان يعني الماتش وحش جدا، وحش جدا لاسمين كبار زي دول، واعتمدوا بشكل كبير على القصه واهملوا الماتش. ويلا بينا على اللي بعده. رقم 2 دين امبروز ضد سيث رولينز في تي ال سي 2018. العداوه اللي كانت بين امبروز ورولينز في 2014 و2015 كانت حلوه جدا، والاتنين قدموا ماتشات عظيمه ضد بعض. وفي 2018 بقى رجعت العداوه بينهم من تاني، بس المره دي الموضوع مختلف والادوار اتعكست. امبروز هو الهيل ورولينز هو الفيس، وده حصل بعد انقلاب امبروز على سيث رولينز، وكان سببه انه دين امبروز عايز ينتقم من سيث رولينز على غدره بالشيلد. تمام، بس متاخره قوي، ده غدر بيكم في 2014، جاي دلوقتي في 2018 بعد ما الدنيا ظبطت بينكم، وكمان في اليوم اللي رومان رينز اعلن مرضه فيه. ما علينا. المهم الكل كان متحمس للماتش ده، وكنا متوقعين انه هيكون ماتش السنه، بس للاسف ما طلعش حتى ماتش العرض. المباراه دي كانت المفروض تكون دمويه بسبب الخلاف الكبير بينهم، بس المباراه كانت ممله جدا، والجماهير انقلبت عليهم وقعدوا يهتفوا ويقولوا ده ممل، وبصراحه عندهم حق. ويلا بينا على اللي بعده. رقم 3 جولدبرج ضد بروك ليسنر في ريسل مانيا 20. العداوه الجامده جدا والمقنعه جدا بين بروك ليسنر وجولدبرج، ودخول ستون كولد ستيف اوستن في الصوره، وانضاف كحكم للمباراه علشان يزيد الاثاره اكتر واكتر. وطبعا اي مشجع هيتخيل ان الحلبة هتتدغدغ، واحد فيهم لازم يطلع على نقالة، اصل يعني قدامك جحش وطور. بس قبل الماتش بقى كل الجماهير عرفت ان هما الاتنين هيغادروا الاتحاد بعد نهاية العرض. فطول الماتش يعني قبل ما الماتش ما يبدأ اصلا الجماهير بتستهجنهم ومش عايزين يشوفوا الماتش، وبيهتفوا لستون كولد ستيف اوستن. وفي الاخر فاز الجولدبرج بعد ماتش من اسوأ الماتشات اللي عدت على المصارعة، وبروك ليسنر صب على الجماهير. قام ستون كولد ستيف اوستن رازعه ستانر، وستانر كمان لجولدبرج، ويلا غرف داهية من هنا. رقم 4 كريس جيركو ضد كيفن اوينز في ريسل مانيا 33. في اواخر 2016 كريس جيركو واوينز كانوا هما اللي شايلين عرض الرو. كانت صداقه جامده جدا والكيمياء بينهم كانت عاليه قوي. انت قدامك اتنين من افضل المتحدثين على المايك في التاريخ، فاكيد كل عرض هتشوف فقرات وبروموهات جامده جدا. وفي النهايه بقى كيفن اوينز يغدر بكريس جيركو غدره عاليه قوي، ودي واحده من افضل الخيانات في الدبليو دبليو اي، وكنت اتكلمت عنها قبل كده في فيديو عن افضل 10 تحولات للهيل. المهم بعد الخيانه الجامده جدا دي توقعاتنا كلها طلعت في السماء. انت يا باشا هتشوف ماتش عالمي في ريسل مانيا على لقب اليونيفرسال، وزي ما الاتنين من افضل المتحدثين على المايك برضو الاتنين من افضل المؤدين على الحلبه. وفي النهايه الدبليو دبليو اي قررت تعق شويه في القصه وتخلي كيفن اوينز يخسر من جولدبرج في 22 ثانيه. 22 ثانية، والماتش بينهم اتحول من ماتش على لقب العالم لماتش على لقب الولايات. والمباراة في الاخر ما كانتش وحشة، ولكن برضه ما كانتش حلوة، ما كانتش قد التوقعات. انت متوقع حاجة اجمد بكتير من اتنين زي دول، والجماهير ما كانش عاجبها الماتش ده. وفينس ماكمان وصفه بانه اسوأ ماتش في تاريخ ريسل مانيا، ورفض يتكلم مع كيفن اوينز بعدها. وهو الماتش مش سيء لدرجة انه يكون اسوأ ماتش في ريسل مانيا. ده الاندرتيكر لوحده عنده اقل حاجة 15 ماتشات في ريسل مانيا اسوأ من ده. المهم جيركو اتكلم في بودكاست وقال ان المباراة دي مش الاولى في العرض ولا الاخيرة، يعني كنا عايزين حتى نبقى شبه مين ايفنت، ولكن الادارة ما كانتش مهتمة بالماتش اصلا. يعني في ماتش انا وشون الوضع كان زي كده، بس كان معانا 25 دقيقة، انما هم في الماتش ده عطونا 15 دقيقة بس، ومن ضمنهم 3 دقايق دخولنا للحلبة. وانا كنت متضايق جدا انهم مش مهتمين بالماتش بتاعنا، لان دي قصة يعني من افضل القصص، ده لو ما كانتش افضل قصة في موسم ريسل مانيا باكمله. وانا ما زلت عند رأيي ان فقط
فقرة مهرجان الصداقة هي واحدة من افضل الفقرات في تاريخ الرو. بس ده كل الكلام اللي قاله جيركو، ويلا بينا على اللي بعده. رقم 5 ايجي ستايلز ضد شينسكي ناكامورا في ريسل مانيا 34. فكرة انك تشوف ايجي ستايلز ضد ناكامورا في الدبليو دبليو اي في وقت واحد كانت فكرة شبه مستحيلة، بس في 2018 ناكامورا يفوز بالرويال رامبل ويختار يلاعب بطل الدبليو دبليو اي جي ستايلز. وفي ريسل مانيا 34 المشجعين اتجننوا في الوقت ده، كان الحماس عالي قوي بالذات على السوشيال ميديا، كله كان متوقع عظمة، متوقعين واحدة من اعظم المباريات في تاريخ الدبليو دبليو اي. وفي النهاية المباراة كانت مقبولة، يعني عادية يا اسطى، مش كلاسيكية ولا زفت. الناس استغربت، وبعد الماتش ستايلز قال الناس حطوا توقعات عالية جدا، لانه بغض النظر عن اللي حصل في الماتش التوقعات كانت عالية جدا، ده مش اي حد هيفهمه. وليه التوقعات كانت عالية؟ ده بسبب ماتشنا ضد بعض في اليابان في 2016، فبالتالي لو لعبنا ماتش كويس يعني او فوق المتوسط الناس هتشوفه سيء جدا بسبب التوقعات العالية دي. بس ده كل اللي قاله ستايلز، ويلا بينا على اللي بعده. رقم 6 دانيال براين ضد ذا ميز في سمر سلام 2018. طبعا انت استغربت من وجود ذا ميز هنا، ولكن اكيد برضو انت عارف ذا ميز في الوقت ده كان مين. المهم لما سمحوا لدانيال براين بالمصارعه في 2018، واحده من اكتر الماتشات اللي الجماهير كانوا عايزين يشوفوها هي ذا ميز ضد دانيال براين. العداوه اللي بيتبنى لها من حوالي سنتين، الحماس زاد اكتر بعد البرومو اللي بالنسبه لي من افضل 10 بروموهات شفتها في حياتي، البرومو اللي ذا ميز عمله على دانيال براين في حلقه من حلقات توكينج سماك. والماتش تم تحديده اخيرا في السمر سلام 2018، والكل توقع انه هيكون ماتش عظيم بين الاثنين، ولكن في النهايه الماتش كان عادي جدا وذا ميز فاز بالغش وبس. يلا بينا على اللي بعده. رقم 7 رومان رينز ضد جاي اوسو في سمر سلام 2023. يا عم اهدى بس، جاي اوسو في 2023 كان بيصارع كويس وكان عامل شخصيه حلوه، وكمان كان بيعرف يتكلم على المايك. ده بقى حشره، ده حساله، ده مش مصارع، يعني دمدم احسن منه 100 مره. ده مش بني ادم اصلا، يعني انا مش بتنمر، بس هو اللي مصر يبقى كرنج مصطنع، ماتشاته كلها بوتشات وحاجه في منتهى القرف. المهم نرجع لموضوعنا. فكره رومان رينز ضد جاي اوسو كانت حاجه مختلفه عن كل دفاعات رومان رينز. يعني عندك شريط المباراه مفيش دي كيو ومفيش اي تدخل خارجي، يعني جاي اوسو ممكن يعملها ويفوز، او رومان رينز اخيرا هيفوز بشكل نظيف. فالناس اتحمست، اخيرا هيشوفوا حاجه جديده مع رومان رينز، اخيرا البلاد لاين مش هيتدخلوا، اخيرا اخي ايه ده سيلو سكوا بيتدخل وجيم اوسو بيتدخل هو كمان. هتقوله طيب والشرط اللي محطوط ما ينفعش حد يتدخل؟ اقول لك يا عم هم كبروا دماغهم، هم اتجاهلوا الشرط اصلا. واحده من اكبر الاخطاء في عصر تريبل اتش، اعتقد حاجه زي دي عمرها ما حصلت في عصر فينس ماكمان. ده قانون ومحطوط يا جدعان، يعني انتوا بتشتغلوني، يعني بتضحكوا عليا. رقم 8 تريبل اتش ضد راندي اورتن في ريسل مانيا 25. في اوائل 2009 دبليو دبليو اي قدمت شويه قصص كده على كيفك، من ضمنها عداوه راندي اورتن وتريبل اتش. هتقول لي يا عم هي دي اول مره؟ يعني لا مش اول مره، ولكن المره دي الموضوع مختلف، القصه كانت جامده. راندي اورتن كان مستهدف عائله فينس ماكمان، وفي ريسل مانيا 25 اتحدد ماتش على لقب الدبليو دبليو اي بين راندي اورتن وتريبل اتش، وكانت واحده من اكتر المباريات المنتظره في العرض بسبب الخلاف الشخصي اللي بينهم. الجماهير كانوا مستنيين مباراه تتخطى الحدود، عايزين يشوفوا النجمين الكبار دول بيدغدغوا في بعض في اكبر عرض في السنه في ريسل مانيا. ولكن كل ده باظ لما الدبليو دبليو حطت شرط ان تريبل اتش لو اتعمل له دي كيو هيخسر اللقب، فده خلى تريبل اتش يلعب بحذر وقلل الحماس وقلل كل حاجه. بدايه بطيئه ونهايه عاديه، وحاجه مش ربع التوقعات اللي الجماهير حطتها في الوقت ده. ويلا بينا على اللي بعده. رقم 9 جون سينا ضد كودي رودز في ريسل مانيا 40. اكيد انت عارف القصه كويس، ان بعد تحول جون سينا للشخصيه الهيل لاول مره من 23 سنه، وسبب التحول ان سينا زعلان من الجماهير. يا عيني. طيب كودي رودز عمل لك حاجه؟ لا. طيب غدرت بيه ليه؟ علشان زعلان من الجماهير. طيب اتحدت مع الروك ليه؟ علشان يعني هيكسبك اللقب وهيساعدك تدخل التشامبر من غير تصفيات. لا، علشان زعلان من الجماهير. هو تقريبا اصلا سينا بعد التحول ما ذكرش اسم الروك ولا مره. طيب يا عم احنا اشترينا طبعا في ريسل مانيا الروك هيكون موجود وهيتدخل وهتبقى مدعكه. سينا هيكسب اللقب ال17 ليه بمساعده الروك في لحظه تاريخيه، وبعد ما الروك يتدخل ممكن كمان نشوف ستون كولد ستيف اوستن بيتدخل، وهتبقى هنشوف ترافيس سكوت. مين ده اصلا؟ انا ما عرفتوش غير من المصارعه، وحتى الناس اللي عارفينه ما تقبلوهوش انه يكون في قصه كبيره زي دي. ايه القرف ده؟ لو كمان تدخله في الماتش ما كانش ليه اي لازمه، هو دخل انضرب وطلع، وسينا في الاخر فاز بالغش في ماتش من اسوأ الماتشات اللي شافتها عيني. لحظه كبيره زي دي المفروض كان يبقى في ماتش كويس، سيناريو كويس، انما ولا اداء فني ولا ستوري تيلينج محترم ولا اي حاجه.
يلا بينا على اللي بعده. رقم 10 هالك هوجن ضد ستينج في الدبليو سي دبليو عرض ستار كيد 1997، ودي كانت اهم واكبر مباراة في العرض. ستينج بيتحدى هالك هوجن على لقب الدبليو سي دبليو، ماتش بيتحضر له بقاله اكتر من سنة والكل كان متحمس، وده اكتر عرض جاب فلوس في تاريخ الدبليو سي دبليو. وفي الاخر المباراة كانت واحدة من اكبر خيبات الامل في تاريخ مصارعة المحترفين. كانت مباراة بطيئة جدا وهوجن عدى على ستينج 1 2 3، فبريت هارت قال ان الحكم عدى بسرعه ومش عارف ايه، مع ان العد كان طبيعي جدا. والمباراه كملت عادي وستينج فاز واخد اللقب. بعدها بقى بحوالي 25 سنه اتعرف ان السيناريو كله كان من تخطيط هالك هوجن، وده اللي قاله بيشوب خلال مقابله على WWE ليجندز. بالرغم من حقيقه ان هوجن كان عنده سيطره ابداعيه ولم يمارسها قبل كده وما هددش باستخدامها وما لمحش قبل كده انه ممكن يستخدم سلطته الا في الليله دي. يا عم مصدقينك. وبس ده كان فيديو النهارده. اكتب لي رايك في الكومنتات، واكتب لي يا عم افكار فيديوهات، لان الفتره دي بجد مش عارف افكر، وتكون بس فيديوهات زي اللي انا بعملها مختلفه مش مستهلكه. وبس متنساش بقى اللايك والشير والسبسكرايب وفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد. وسلام.